صباح الخير. فيديو النهاردة مختلف عن كل يوم، هيفرق معاك ومعايا ومع أي حد، ولما تسمع مني هتفكر 1000 مرة أنا بعمل كده ليه. إدارة الغضب. طبعا كلنا جوانا مشاعر ضيق وتعب وتوتر وقلق واكتئاب وخنقة وضيقة وعصبية وحاجات كتيرة. طبعا من ضغوط الحياة كل واحد فينا بيبقى عنده عبء وعنده مشاكل وعنده حوارات كتيرة. بعد ما بيتصرف الفعل نفسه او التصرف، يرجع مع نفسه يقعد كده يقول لك هو انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده ليه؟ طيب حضرتك عشان تيجي تسأل نفسك السؤال ده قبل الفعل او قبل ما تاخد قرار انك تتعصب او اي شيء، فكر ايه اللي بعد الفعل. فكر ايه اللي بعد الفعل. انا عارف ان ضغوط الحياة صعبة عليك، وعارف ان الضغوط الاسرية كمان مصاريف واكل وشرب ومصاريف بيوت، كل الحاجات دي كتيرة عليك وحمل، وزي ما بيقولوا بالبلد كده اللي داخل مش قد اللي خارج. مرتبك قليل ودنيتك صعبة، بس أهل بيتك ملهمش ذنب، اللي في الشارع ملوش ذنب. انت عن نفسك جواك لازم تاخد قرار ازاي ادير الغضب اللي جوايا اللي بيحصل، والتفاعلات والمشاكل اللي بتتسبب لي في الشارع او في البيت او في الشغل او في اي حتة. اعرف الاول قبل ما تاخد خطوة لقدام ايه اللي بعد الخطوة. اتعصبت على حد، اتضايقت، قلقت، طبعا جيت بينك وبين نفسك معرفتش تتصرف، وتيجي تفكر بقى ازاي هو يعمل معايا كده وانا ما اعملش معاه كده. لا ده انا هرجع اضربه واعمل 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 واعمل. بس انت هل حسبت ان بعد ما تعمل كده إيه اللي هيحصل؟ خدت قرار انك تنتقم، خدت قرار انك تضرب، انك تشتمه، انك تقول له الفاظ خارجه، انك تعمل حاجات كتيره احنا في غنى عنها. ايه اللي بعد الفعل؟ ايه الخطوه اللي جايه؟ هيحصل ايه؟ اول حاجه انت لو اتخانقت فيه واتضربته طبعا الناس هتتلم عليكم، المشكله هتزيد، اللي حواليك والناس اللي بره الخناقه نفسها ممكن ما يكونش بيحبوك، يأذوا الطرف التاني فانت تلبس في الحوار. فخد حاجه زي كده بالك منها قوي. طيب حاجه تانية، دخلت الاسم،